ايه الوقت المناسب اللي هشتري منه عربية، وامتى هشتري عربية بقى؟ زي ما احنا يا مساء الخير عليكم واهلا بكم في حلقات جديدة من حلقات انا وانت وملاكي. زي ما احنا شايفين واتفقنا قبل كده في الفيديوهات اللي فاتت والناس ما كانتش مصدقة ان فترة الاسعار هتبدأ تنزل من اول شهر 3 لحد شهر 7، لان من المتوقع حالة الركود التام، الموديلات الجديدة اللي عمالة تنزل، الانتاج المحلي. اي نعم الانتاج المحلي يعني الموديلات بدأت ترفع بالعشرين وتلاتين الف جنيه غير الاوفر برايس، لكن ما زال حالة الركود التام موجودة في السوق المصري في الجديد وفي المستعمل. ده اللي بيخلي التوكيلات بتبدأ تعمل عروض، واحنا زي ما احنا شفنا امبارح في سكودا بدأت تنزل 200 ألف جنيه دفعة واحدة. احنا طبعا بنتكلم في الفئات اللي هي معدية ال2 مليون والمليون ونص، لكن ايا كان في نزول. اللي هيسري على السكودا هيسري على الموديلات التانية، الاوبل مش هتسكت، المرسيدس مش هتسكت، البي ام مش هتسكت. كل ده هيبدأ يعمل عروض علشان عايز يبيع منتجاته كلها. العربيات زي ما احنا شايفين عندنا موديلات 2025 و24 موجود في المخازن كتير بسبب حالة الركود. العربيات المحلية لما بدأت تنزل في شهر 3 عملت رواج شوية في السوق وفي تخفيض حصل، ولكن ما كانش اللي هو الناس متوقعة، لأن الناس مستنية التخفيض الكبير اللي هي بدأت مع السكودا 200 ألف دفعة واحدة. هنبدأ نشوف الشهر الجاي، هي عامة هتبدأ خلال 5 و6، هنشوف عروض كتيرة، هنشوف تخفيضات كبيرة، هنشوف لأن كل واحد عايز يخلص المنتج اللي عنده، لأن 26 زي ما احنا عارفين بيبدأ ينزل بعد شهر 6، يبقى هيبقى عندك 24 و25 وهتحمل عليه 26. وممكن نسمع زي ما احنا شايفين في موديلات 26 فعلا في فئات نزلت. غير ان برضو المحلي لما رفع سعره هيبدأ غصب عنه هيعمل عروض وهينزل الاسعار، لان ما كانش متوقع المبيعات اللي هو كان عامل حسابه المبيعات هتعدي الليميت معين اللي هو اللي عامله، ولكن للاسف عمل بروباجندا وانتاج محلي واسعار حلوه بس ما تباعش الكميه اللي هو عايزها، فغصب عنه هيبدأ ينزل الاسعار. امتى اشتري بقى؟ امتى العربيه؟ احسن وقت اللي انا شايفه يعني والناس كلها متوقعه وشايفاه، احسن وقت انك تشتري العربيه الوقت اللي احنا فيه دوت. عندك 5 و6. بعد شهر 6 انت عندك من اول 7 لحد 10 ده اسمه موسم الصيف. الناس اللي بتيجي اجازات من بره بتبدأ تشتري عربيات علشان تقضي الاجازة بتاعتها. الناس اللي هي بتخلص الثانوية العامة بعد ثانوية عامة بتبدأ اللي عايز يصيف، اللي يحجز مصايف، اللي عايز يروح يتفسح بأسرته، اللي عايز يقضي الويك اند كل اسبوع في حتة معينة. هيبدأ الحركة هتشتغل، فالاسعار هتبدأ يا اما هتثبت يا اما هتزيد تدريجيا، لكن مش هتزيد قوي لان الاسعار اصلا زي ما احنا شايفينها اوفر كتير قوي يعني. فانسب وقت ان اشتري فيه شهر 5 و6، الشهر اللي احنا فيه. لو عايز تستنى لاخر الشهر برضو العروض هتكتر، وشهر 6 هيبقى فيه عروض اكتر واكتر عشان خاطر تخفيضات الناس اللي عايزة تشتري وبتجهز للصيف. اتوقعنا والتوقعات طلعت مظبوطة، الاسعار نزلت، لكن يعني مش عايز اقول ان احنا بقالنا اكتر من 2 في حالة ركود تام، ده اللي بيخلي الاسعار بتنزل. في تجار، مش هقول تجار كلهم، معظم التجار او اغلبهم كانوا شاريين، ما يزال لحد دلوقتي معاهم عربيات شاريينها بالاسعار الخرافية اللي كانت رفعت مرة واحدة، فهو لحد دلوقتي بيبقى صعبان عليه ان هو يبيع العربية بخسارة، لان الخسارة اللي هيبيعها
اقل تاجر هيخسر في عربيه هيخسر 100,000. فهو عمال يخزن العربيات عنده عشم او متعشم تاني ان الدولار هيرفع مره واحده وهيوصل لل 70 و 80 جنيه، فده هتعمل معاه رفعه جامده. لكن احنا زي ما احنا شفنا غلو الاسعار بتاع البنزين المره اللي فاتت، والحركه اللي حصلت، والتعويم الجنيه برضو اخر مره ما اثرش في الاسعار، ولكن عمل يا اما ثبات او نزول نسبي في الاسعار. ف ما تتوقعش ان الاسعار تطلع تاني بالاسعار الخرافيه، لان احنا بنتمنى ان هي تنزل اكتر واكتر، والتخفيضات تشتغل والعروض تشتغل والناس تشتغل. ما طول ما في واحد بيبيع التاني هيبيع زيه والتالت هيبيع زيه، فالعجله هتدور. العجله لو دارت في الزيرو هتدور في المستعمل، ولو دارت في المستعمل كله هيبيع ويشتري، والسوق هيبان له ملامح وهترجع زي زمان، يبقى في حركة. الناس اللي نزلت السوق الاسبوع اللي فات واللي قبله من بعد العيد لحد دلوقتي يعني يكاد يكون في عربيات كتير قوي، لكن مفيش بيع خالص. نسبة البيع لا تتخطى مثلا 25%، غير زمان. السوق لما كنت بتنزل بعربية او 2 و3 انت ممكن ترجع بعربية واحدة وممكن تبيع وتشتري في نفس الوقت، لكن دلوقتي مفيش حركة بيع وشراء لان الاسعار غالية جدا. فانسب وقت انك تشتري العربية فعلا الفترة اللي احنا فيها دي 5 و6. لو عجبك في الفيديو ما تنساش تعمل لايك واشتراك وفعل زر الجرس عشان يجيلك الاشعارات بالحالات الجديدة، والقاكم على خير ان شاء الله.